أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. النهاردة حكايتنا عن ورقة، حتة ورقة بتبدأ بيها حياة، وممكن برضو بسببها تنتهي حياة قبل حتى ما تبتدي. ورقة كان الغرض منها زمان حفظ الحقوق والتقدير، بس للأسف في أيامنا دي اتحولت لساحة معركة وسيف مسلط على الرقاب وسبب في دمار بيوت كتير. النهاردة في حكاوينا هنتكلم عن قايمة المنقولات الزوجية، وازاي نسينا ان الجواز ميثاق قوي ومودة ورحمة، وحولناه لصفقة تجارية وتأمين على العفش بدل ما نأمل على القلوب. خلونا احكي لكم عن عم رضوان وعريس بنته طارق. طارق شاب مكافح شقي وتعب عشان يجهز نفسه. حب سلمى بنت عم رضوان ودخل البيت من بابه. اتفقوا على كل حاجة وبنوا عش الزوجية طوبة طوبة. طارق جاب اللي يقدر عليه، وسلمى وأهلها جابوا اللي عليهم، وكانت الفرحة مالية القلوب لحد ما جت الليلة الموعودة، ليلة كتابة القايمة. قعد عم رضوان مع طارق وطلع ورقة طويلة عريضة. طارق بيبص في الورقة لقى أرقام خيالية وحاجات ما اتجابتش أصلا واتكتبت. ولما سأل باستغراب رد عم رضوان بجملته الشهيرة: يا ابني، دي مجرد حبر على ورق، احنا بنشتري راجل، ودي عشان نضمن حق بنتنا لو غدرت بيها. الكلمة نزلت على طارق زي المية الساقعة. حس انه متهم قبل ما يغلط، وانه بيمضي على اقسال امانة، مش بيمضي على عقد شراكة حياة. الكلمة جابت كلمة والصوت علي والشك دخل النفوس، وفي لحظة غضب طارق ساب الورقة ومشي، وكل حاجة اتهدت. الصالون والانتريه فضلوا متغلفين، بس قلب سلمى هو اللي اتكسر. ليه وصلنا للمرحلة دي؟ ازاي بقينا بنخاف على الخشب اكتر ما بنخاف على النسب؟ القايمة حق، ايوه حق، بس لما تتكتب بالمعقول وباللي موجود فعلا، ولما يكون الهدف منها التقدير مش التعجيز. الواقع بيقول ان الورقة عمرها ما بتحمي بنت من راجل ما يعرفش ربنا. لو الراجل سيء ومفيش في قلبه رحمة، هيخليها تتنازل عن على القايمة وان المؤخر وكل حاجة عشان بس تشتري حريتها. ولو راجل أصيل ومتربي عمره ما هياكل حقها، حتى لو مش واضي على سطر واحد. البيوت بتتبني على الثقة مش على وصولات الأمانة. لما الأب يقول للعريس أنا مش مأمن لك على بنتي، طب انت ليه اتجوزتها له من الأول؟ لو انت مش واثق في أخلاقه ودينه وتربيته، ازاي هتسلمه أغلى حاجة عندك وتستنى إن الورقة هي اللي تحميها؟ رسالة لكل أب وأم: أنا عارفة إن قلبكم بيبقى مقبوض وخايفين على بناتكم في زمن كترت فيه المشاكل، بس صدقوني الضمان الحقيقي هو حسن الاختيار. اختاروا الراجل اللي يخاف ربنا في بنتكم، الراجل اللي لو حبها هيكرمها، وحتى لو كرهها مش هيظلمها. ما تخلوش الماديات تعمي عيونكم عن الجوهر. الزيادة في القايمة مش بيعلي من قيمة البنت، ده بيزرع الشك من أول يوم. ورسالة لكل شاب: القايمة دي أمانة، وبنت الناس اللي سابت بيت أبوها وجت تعيش معاك دي أمانة أكبر. الرجولة إنك تصون الأمانة، مش إنك تعتبرها قيد وعايز تكسره.
في حكاوينا النهاردة حبينا نقول إن العفش بيتغير وبيقدم، والستاير ألوانها بتبهت، بس اللي بيفضل هو الكلمة الطيبة والسند الحقيقي والرحمة اللي بتملى البيت. يا ريت نرجع نبص للجواز على إنه سكن، مش ساحة محكمة ومستنيين مين اللي هيرفع القضية الأول. شاركونا حكاياتكم، هل شفتوا جوازات باظت واتدمرت في اللحظات الأخيرة بسبب القايمة؟ وإيه رأيكم؟ هل القايمة بالشكل الحالي بتحفظ الحقوق فعلا ولا بقيت سبب في خراب البيوت؟ وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوي.